السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ امبارح بعد نهاية ماتش بورتو وبالميراس طلعت معظم الناس بتقول لك ان الاهلي متصدر المجموعة عشان الحروف الابجدية والترتيب الابجدي والكلام الفكسان اللهبل اللي ملوش اي اساس من الصحة ده. طبعا الاهلي متصدر عشان خاطر انت قواعد في حاجة اسمها قواعد اللعب النظيف اللي هو بالانذارات والطرد. طيب الاهلي واخد انذار واحد، انتر ميامي 4 انذارات، بورتو وبالميراس زي بعض كل واحد فيهم واخد انذارين، فده ترتيب المجموعة حسب قواعد اللعب المالي اللعب النظيف يعني. فعشان انت محلي واخرك بطولات محلية فانت مش فاهم يعني، فما تهبطش وخلاص يا اسطى. المهم نيجي الموقف الاهلي في المجموعة. طبعا انت خسرت بشكل كبير جدا. انت لو كنت كسبت انتر ميامي كان بنسبة 90% انت صاعد، كنت هتحتاج نقطة واحدة من الماتشين الجايين وخلص الموضوع، خصوصا بعد التعادل يعني. بس الحمد لله ان شاء الله ملحوقة. طبعا ده الماتش جاي بالميراس. الميراس هو اقوى فرقة في المجموعة على فكرة، مش عشان بورتو فريق اوروبي فنقول ان بورتو هو فريق اقوى فريق في المجموعة. لا، هو اقوى فريق في المجموعة فعلا بالميراس. ليه اقوى فريق في المجموعه؟ اولا عمل صفقات حلوه جدا. تاني حاجه انت بتتكلم في ان انت مخلص سيزون، يعني انت اصلا خلاص لعيبتك كلها منهكه بدنيا وما فيش حد فيهم واقف على رجله. بورتو نفس القصه، انتر ميامي نفس القصه. طب مين بقى اللي لسه بادئ الموسم بتاعه؟ الدوري في البرازيل بيبدا في شهر 3. فانت بتتكلم في فرقه لعبه 3 شهور في الدوري. يعني هي جايه لك اصلا توب برايم. انت عارف انت مثلا حتى مش بتبقى اول ماتشين في الدوري جايب البرايم بتاعك او جايب اعلى حاجه عندك او جايب التوب بتاعك. لا، انت بعد مثلا 5 6 ماتشات بتبدا اللعيبه كلها تعرف بعض وطريقه اللعب، والمدرب عارف يحط ايده على التشكيله الاساسيه بتاعته وعارف يحط ايده على طريقه اللعب اللي هيلعب بيها. فانت بتتكلم ان بتبقى افضل فتره في الموسم اللي هي بعد 5 6 ماتشات في الاول كده بيجرب فيهم ويظبط الدنيا. طب بالميراس لعب اصلا في بدأ الدوري البرازيلي بتاعه في شهر 3، فهو جاي لك اصلا في التوب برايم. يعني مش بورتو اقوى فريق في المجموعه، فانت الماتش الجاي ان شاء الله هو بتاع بالميراس، ده اقوى ماتش في المجموعه. فانت لو ربنا كرمنا ان شاء الله باذن الله تعادلنا او كسبنا، ولو كسبنا خلاص احنا صعدنا بدون النظر لاي نتائج. لو تعادلنا يبقى هنستنى، نحتاج برضو تحط نفسك بقى في آلة حاسبة وقصص وحوارات، ولازم برضو تكسب ماتش بورتو عشان تبقى ضمنت الصعود بدون النظر للنتائج التانية. فانا افضل حل عندي دلوقتي ان انا انزل الماتش الجاي مركز جدا ان انا اكسب. بالميراس انا شايف افضل حل تعمله قدامها انك تخطف جون وتدافع بصراحه. بس طبعا ان شاء الله هنزل لكم طريقه لعب برضو قدام بالميراس وازاي الاهلي هيلعب، وهجيب لك برضو تشكيله بالميراس وبتلعب ازاي. بس الفكره كلها ان انا اتمنى من الله يعني ان احنا نكسب الماتش الجاي. لو كسبت الماتش الجاي يبقى انت خلاص كده صعدت رسمي بدون النظر للنتائج التانية. ومنه لله حسين الشحات بقى، انا هفضل كل فيديو اعمله لحد ما اموت على الكرة اللي انت ضيعتها دي يا حسين الشحات، هفضل ادعي عليك بجد اقسم بالله. يا راجل ده انت خليتنا شيعة. يا حسين يا حسين يا حسين. يلا سلام.